السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله بخير. اليوم مقطع جديد. قبل ما نبلش الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد، ويلا نبلش. طبعا اليوم راح نقيم اليوتيوبر المشاهير على حسب ذوقي. فاتمنى ما حد يزعل اذا قيمت شي يعني او فد شي. ويس يلا نبلش. وطبعا مثل ما تشوفون هذول القائمة اليوتيوبرز، وهنا التصويت. فبصراحة أتمنى من أحد يتابعهم أو فشي، أو حتى هم شافوني، أنا متأكد لا بس يمكن يصير هذا الشي. أتمنى ما يزعلون، لأن بصراحة هذا هو رأيي يعني. وهذا الشي اللي أحبه فقيمته، وراح صراحة راح أقيم من جد، ما راح أكذب نهائيا. فهذول اليوتيوبرز اللي تشوفوهم ذول أكثر اليوتيوبرز المشاهير بروبلوكس. فأول شي راح نختار فيونا. هاي القناة ما أدري إذا تعرفونها ولا لا. هاي القناة طبعا قناتها حلوة، يعني ما أعرف، ولكن يعني حلوة القناة. حخلي يجنن. بصراحة محتواها بسيط، يعني ما أشوف أنه جدا حلو، لكنه حلو يعني يجنن بصراحة. الشخص الثاني هو دنو، ما أعرف إذا أنتم تعرفونها ولا لا. هاي أيضا قناة روبلوكس. بصراحة أيضا أخليه يجنن. أعتقد لو شي واحد ما تسوي، لا أعتقد أحط لها يعني أسطوري ألف. هو إنها تنشر أغاني حيل، فما أحب هذا الشي بصراحة، فلهذا السبب أخليه يجنن. واليوتيوبرز اللي وراه هو رواف. طبعا اكيد بصراحة اسطوري الف، لان احسه يتعب على الافكار، يتعب على المونتاج، بكل شي بصراحة اكيد، فهذا السبب خليته اسطوري الف. طبعا والشخص اللي وراه هو نوني، لو نون ما اعرف بالضبط، ما ادري اذا الشخص تعرفونه ولا لا، ولكن هو هاي الشخص يعني هي اعتزلت، فاعتقد لانها اعتزلت راح اخليه حلو نص نص. واعتقد لو تستمر اعتقد اخليها يجنن. اعتزلت فهو هذا السبب. والشخص اللي وراه سلوم. بصراحة أنا أحس محتواه للأطفال، يعني ما أدري، أحسه محتواه جدا عند الأطفال الصغار، ما أعرف بالضبط، يعني آسف، ولكن حخليه استمر، بس مش ذوقي هذه الصراحة يعني. والشخص اللي وراه هو جاست زوزو. أعتقد أخليه يجنن. راح أخليه يجنن. محتواها حلو بصراحة، وهي جديدة يعني، ولكن أحسها يعني دخلت المجال يعني مجال الشهرة، فهو هذا السبب. والشخص اللي وراه هنتوكس. طبعا من محتوى هنتوكس جدا يجنن، فراح أخليه أسطوري ألف. بصراحة يعني مونتاجه يجنن، أفكاره تجنن، كل شي حلو بيه، فحخليه أسطوري ألف. والشخص اللي وراه مسرورو وعسل. طبعا محتواهم حلو، ما اخلي اسطوري الف، حخليه يجنن. يب. وطبعا الشخص اللي وراه امينة روبو. طبعا محتوى امينة روبو ايضا اخليه يجنن، بصراحة ايضا يعجبني، ما اعرف وين احطه ولكن احطه هنا. زوزي بصراحة حلو، بس راح احطه حلو نص نص، لان ايضا احسه يعني محتوى مو ذوقي بصراحة حيل، فحخليه نص نص. يب. اللي وراه هي قناة ميمي، لو ما اعرف بالضبط، اعتقد اسمها ميمي ما ادري، ولكن اخليها حلو نص نص. احس افكارها يعني مو ذيك الافكار القوية والحلوة بصراحة يعني. والشخص اللي وراه قناة بصراحة ما أعرف اسمها بالضبط، ولكن هي قناة للقصص، أحسهم جدا يتعبون وقناتهم حلوة. ما أتابعهم أني حيل بصراحة، ولكن أشوف مقطعين أشوفهم جدا يتعبون، فأعتقد راح أخليهم أسطوري ألف. يب. والشخص اللي وراه هو مس مرمر، ما أعرف إذا تعرفوها ولا لا، ولكن هي أيضا مشهورة، محتواها حلو، ولكن بصراحة أخليه حلو نص نص. يعني محتواها هي حلو وتنشر نصائح حلوة للدين واشياء حلوة، ولكن بصراحة راح اخليه حلو نص نص، يعني هذا رأيي. تقييمي اللي قيمته مثل ما تشوفون يمكم، ذول اكثر التقييمات يلي بصراحة انا حسيتها، يعني كل واحد يستاهل إله، مو سالفة انه يستاهل إله، ولكن هذا هو ذوقي وبس يعني.